السلام عليكم، مرحبا بكم في الرومبوان. فيه ناس ما عارفة الطريق وغير كدور في الرومبوان، وفيه ناس عارفة الطريق ولكن مازال حاصلة في الرومبوان. او في الرومبوان اليوم تلاقينا الاي اي وياه الذكاء الاصطناعي وكيعيط بالعداو، والمغاربة دايرين فيه حالة ومجوقين عليه وكيموتوا عليه بالضحك. هو مسيكن معصب راسو بواحد الليمونة وكيعيط شكوى الله تعالى وتبارك الا ما داروا فيا هاد المغاربة. المهم زدنا عنده، قلنا له مالك السي الذكاء الاصطناعي، ياك لاباس مالكش واقع؟ قال لك هاد المغاربه راه طلعوا ليا في راسي وراه بغاو يحمقوني، وكاين اللي كتقول لي اشنو ندير مع عجوزتي باش ما يبقاوش المشاكل، وكاين اللي كيقول لي اشنو ندير مع مراتي حيت ما جبتلهاش الجلابه ديال نهار العيد، وكاين اللي كتقول لي بغيت ترد الحبيب، وكاين اللي كيقول لي الله يحفظك شوف ليا شي مشروع اللي يكون مربح وغير متعب. وانا راني عييت وراه غيحمقوني انايا. وعاد كاين اللي كيقول لي دير لي قطيطه كتشطح، ولا كلب كيشطح الراب، ولا شي واحد جر ديناصور، ولا انا راه ماشي خالتي الضاويه جالسه باب الدرب مقابله الخوا الخاوي. انا راني ذكاء اصطناعي، راه خصكم تستافدوا مني. انا نوع من انواع العلوم، انا نقدر نعاونك تكتب مقالات على الطب، على التكنولوجيا، نعاون الفلاح كيفاش يربح من الخضر ديالو، نعاون الطبيب يشخص المرض، نعاون الاستاذ يعلم التلاميذ بطريقه سهله وبسيطه. ولكن الناس كيستعملوني غير في التفاهات. انا كنقول للناس انا معاكم وتحت الخدمه ديالكم الا بغيتونا نتعاونوا، نطوروا البلاد، نطوروا الاقتصاد، نزيدوا القدام، نديروا شي مستقبل زوين. ولكن للاسف لا حياة لمن تنادي، والناس كتستغني غير في الفيديوهات الغبية والتافهة وخزعبلات ما عندها حتى شي قيمة. وحشوم عليكم، انا ما تصنعش لهذا الشيء. انا يا عباد الله راني مجرد تكنولوجيا. خاصنا نفهموا بان الذكاء الاصطناعي راه ماشي عصا سحرية كتبدل الواقع. هذا الشيء راه ما خصوش يبقى هكذا. والله الا مسكين الا عز علينا. الصراحه هادشي اللي قال الذكاء الاصطناعي راه عنده الحق فيه في كل كلمه قالها، وهذه هي الحقيقه بلا تجميل. لان كل شيء كيعتمد على العقل قبل الذكاء، وعلى النيه قبل الاداء. وباش نزيدو نفهمو الذكاء الاصطناعي شنو بغى يقول ولا شنو بغى يقصد، خصنا نعرفو اشكون هو هاد الذكاء الاصطناعي اصلا. كان لازم نبحثوا عليه، والحقيقه فاش بحثنا لقينا نتائج كتصدم. الذكاء الاصطناعي ماشي وليد اللحظه. الذكاء الاصطناعي راه ظهر عام 1956، تما كانت البدايه في واحد المؤتمر مشهور سماوه دارتموت في ميريكان. هذا المؤتمر كان بحال شي نقطة انطلاق، حيت مجموعة ديال العلماء بحال جون ماكارتي، مارفن مينسكي تجمعوا باش يفكروا كيفاش يقدروا يديروا حواسيب تقدر تفكر قريبة للإنسان. والهدف ديالهم كان بسيط، كانوا باغيين يصنعوا آلات ولا برامج تكون قادرة تحل مشاكل، تعقل بحال بنادم وتقرر بوحدها. يعني ماشي غير تحسب ولا تخزن المعلومات، ولكن تفكر حتى هي وتتعلم حتى هي. لكن في ذاك الوقت ما كانوش عندهم تطبيقات كثيرة، كانوا غير كيجربوا يبرمجوا الحواسيب على ألعاب، مثلا باش تلعب الشطرنج ولا كارتا ولا تحل مسائل رياضية بسيطة. كان الهدف هو يفهموا كيفاش الذكاء كيخدم وكيفاش يقدروا يديروه عند الآلات. لكن كان مجرد فكرة وبداية ديال البحث، ومازال ما كانش فاش يخدم عند الناس ولا يخدم مشاريع كبيرة. وهنا غادا يبدا يتطور الذكاء الاصطناعي شوية بشوية، وداك الشيء علاش غنبداو ندخلو دابا في السخون. الناس اللي اخترعوه فكروا انه فاش كيكون مثلا شي دكتور اكاديمي ولا شي عبقري ولا شي مفكر بحال اينشتاين ولا نيكولا تسلا ولا غيرهم من العباقرة الكبار، فاش كيموتوا كتبقى لنا فعلا نظريات والاعمال ديالهم،
ولكن كنضيعوا في المستوى ديال الوعي والإدراك اللي وصل ليه داك العالم أو داك المفكر. لهذا فكروا بأن الآلة أو الروبوت غادي يبقى محتفظ بالوعي ديالو للأبد، لأن الآلة لا تموت. وقالوا الأكثر من هذا أننا ممكن نطوروا منها، لهذا غيعاوننا الروبوت في بزاف ديال الأعمال وديال البرامج. ويمكن كاع يجي شي نهار والروبوت بنفسه يخترع لنا شي حاجة اللي تفيد البشرية، وهذا الشيء يقدر يبان لك بسيط وعادي، لكن اللي جاي خطير بزاف. لأن السؤال هو منين كيجيبوا داك الذكاء الاصطناعي وكيفاش كيحطوه في الآلة. وفي الصراحة كاين جوج ديال الأجوبة، وهاد الأجوبة حسب اجتهادي الشخصي المتواضع. لهذا نبغيك تخلي رأيك في التعليق، لأن رأيك غيهمني بزاف. الجواب الأول هو الطبيعي والبديهي، وهو الكم الهائل والضخم من المعلومات اللي كيتم تخزينها في الداتا أو الميموار ديال الآلة. وفاش كنقولوا الآلة يعني روبوت، يعني تقدر تكون تليفون، تقدر تكون على شكل إنسان، تقدر تكون روبو عادي، تقدر تكون غسالة كهربائية، بزاف. يعني الروبوت بصفة عامة راه فيه ذكاء اصطناعي، لذلك البرمجة ديالها كتكون على حساب نوع الخدمة اللي غادي تقدمها للإنسان. مثلا كاين روبوت كيطبخ، وكاين واحد آخر كينظف، وكاين اللي كيرسم رسم هندسي أو كاريكاتير أو أي حاجة كتطلبها منه، المهم على حسب الغرض اللي تصنع من أجله داك الآلة. لحد هنا متفقين. والجواب الثاني هو اللي خطير جدا، وهو اللي استنتجته من بعض الأبحاث ومن بعض الأفلام ديال الخيال العلمي، اللي هاد الأفلام ديال الخيال العلمي كتنبأ بهاد القضية ديال الذكاء الاصطناعي والخطورة ديالو كذلك. واللي ما عرفناش واش هاد الأفلام فقط كتطرح مجرد فكرة علمية خيالية، أو كتمهد الفكرة ومن بعد أعوام كنلقاوها ما بقاتش في الخيال العلمي. يعني ربما كانت هذه الفكرة مسبقا كاينة، غير خرجت الواقع. المهم، هاد الافلام اللي كتعطينا تحذير او تنبيه او توعويه، شي حاجه توعويه للمستقبل. باش نوضح لكم اكثر غنهضر لكم على ثلاثه ديال الافلام اللي كيدعموا هذا الموضوع ديالنا ديال الذكاء الاصطناعي. وركزوا معايا مزيان. أول فيلم هو أي روبوت ديال ويل سميث، واللي كان تعرض في 2004. القصة كتدور في المستقبل ديال سنة 2035، اللي ما بقينا عليها إن شاء الله غير 10 سنين، فين الروبوتات ولات جزء من الحياة اليومية. لكن المحقق ديل سبونر اللي كيلعبو ويل سميث كيحقق في جريمة كيبان فيها أن الروبوت ممكن يكون هو المشتبه فيه، وهو أمر اللي كان مفترض أنه مستحيل يكون حسب القوانين ديال الروبوتات. والمصيبة أن الروبو كان كيحمل مشاعر إنسانية بحال الخوف وغريزة البقاء والوفاء والإخلاص. وكاين روبوتات أخرين داروا انقلاب وسيطروا على البشر، وحتى هما عندهم مشاعر ديال الجبروت والتكبر والتحكم في الآخر وفرض السيطرة. والفيلم الثاني سورس كود بان في 2011، كيبرز البطل كولتر ستيفنز اللي كيلعب دور جاك جيلتان، اللي فيه كيتعرض لحادث في الحرب، وكيصحى كيلقى راسو في واحد الغرفة ضيقة وما فيها لا باب لا نافذة، وكتبقى تهضر معاه واحد العالمة خدامة في مركز أبحاث، وكتهضر معاه فقط عبر رسائل نصية كتكتبها على الكمبيوتر. لكن داك الرسائل النصية كتوصلو هو على شكل صوت، وهو كيرد عليها عبر صوت، لكن هي كتوصلها على شكل رسائل على الكمبيوتر. وفي الفيلم في الحقيقة أنه مات وشبع موت، وبقى فيه غير العقل ديالو أو الوعي ديالو اللي كان متصل بالسلوكة وبالكمبيوتر، وبقى فيه غير الراس والكتاف، وحاطينه في واحد الدجاجة. الجسم ديالو كامل ضاع في الحادثة، لكن هو كيشوف أن الجسم ديالو كامل مكمول.
وكيكتشف أنه داخل برنامج خاصو كيمكن يرجع في الوقت باش يعيش آخر 8 دقائق من حياة واحد الناس راكبين في واحد القطار قبل ما ينفجر، وهو ما كانش عارف راسو بأنه ميت. وكيبقاو يستغلوه في هذه العملية ديال إنقاذ القطار والركاب من الانفجار، والبحث على المجرم الحقيقي اللي كان باغي يفجر القطار، وكي يعاود العملية ويعاودها ويعاودها حتى فعلا كينقذ داك القطار وكينقذ داك الناس. وبيني وبينكم هذا الفيلم كنت تفرجت فيه شي 5 ولا 6 د المرات وعمرني فهمت النهاية ديالو، ولكن فاش بان الذكاء الاصطناعي اكتشفت أنه من خلال القصة ديال الفيلم ممكن يتم نقل وعي الإنسان ولو ميت إلى برنامج ممكن يجاوبك ويهضر معك ويساعدك ويتناقش معك، وهو الشيء اللي كيعملو دابا الذكاء الاصطناعي. كنتمنى نكون قدرت نوصل لكم الفكرة. والفيلم الثالث روبليكاس، واللي كيلعب فيه كيانو ريفز. هذا الفيلم بان في 2018. البطل كينو ريفز كيلعب دور الدكتور ويليام فوستر، واللي هو دكتور في علم الأعصاب، كيشتغل على مشروع لنقل وعي الإنسان إلى أجسام صناعية، يعني روبوتات. من بعد ما كتوقع حادثة مميتة للزوجة ديالو والأولاد ديالو، كيحاول يرجعهم للحياة باستعمال التكنولوجيا ديال نقل الوعي والاستنساخ، وكيواجه تحديات أخلاقية وعلمية، وكيولي مطارد من طرف الجهة اللي كانت كتمول ليه المشروع. لكن في الاخر كيقدر ينقل فعلا الوعي ديال راسو لروبوت اخر، كيسافر مع عائلته وكيخلي الروبوت هو اللي مقابل ليه المشروع. المهم الامثله كثير على هذه الفكره اللي بغيت نوصل لكم. اي نعم، هي مجرد افلام خيال علمي، لكن السؤال ماذا لو كانت بدأت تتطبق في الواقع؟ المهم حاليا العالم كله كيشتغل بالذكاء الاصطناعي. مثلا في الصين والغرب والدول المتقدمة، الذكاء الاصطناعي كيساعد في التنبؤ بالزلازل، وكيساعد في عمليات جراحية معقدة بحال عمليات المخ والأعصاب، وكيدير تشخيص دقيق ومحكم للأمراض ورسم تبياني وهندسي حسب الغرض. المهم ولا كيتدخل في بزاف ديال المجالات العملية والعلمية وحتى الحساسة. وبالنسبة للمغرب، كيستعمل الذكاء الاصطناعي اليوم في بزاف ديال الحاجات بحال القطاع الحكومي والإداري. المغرب بدا كيستخدم الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية. مثلا الحكومة طلقت منصات ذكية باش تسهل على المواطنين تقديم الطلبات ومتابعة الملفات، وحتى في مجال الأرشفة الإلكترونية كاين استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء الخدمات الصحية العمومية، خصوصا في التشخيص الطبي عن بعد وتحليل الصور الطبية. ثانيا القطاع الصناعي، شركات مغربية في الصناعات التقليدية والصناعات التحويلية بدات كتستعمل الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الإنتاج ومراقبة الجودة وتطوير الإنتاج الذكي. بزاف من المؤسسات الكبيرة كتعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين سلاسل التوريد والتوزيع. وثالثا التعليم والبحث العلمي، الجامعات المغربية اليوم كتنظم دورات وتكوينات في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. مركز محمد السادس للذكاء الاصطناعي مثلا هو مؤسسة بحثية رائدة كتهدف إلى تطوير تقنيات متقدمة ودعم الابتكار في هذا المجال. رابعا قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، كاين شركات الاتصالات الكبيرة اللي كيستعملوا الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المستخدمين، تحسين جودة الشبكة، وتقديم خدمات ذكية مثل المساعدات الصوتية وأنظمة الرد الآلي. كذلك الذكاء الاصطناعي كيدخل في مجال الأمن السيبراني لحماية البيانات والبنى التحتية الرقمية. وخامسا القطاع المالي والبنكي، البنوك والمؤسسات المالية المغربية بدات كتعتمد الذكاء الاصطناعي باش تحلل
المخاطر، كتحللها وكتعرف تكافح الاحتيال، وكتقدم استشارات مالية ذكية للزبناء ديالها. كذلك في مجال الدفع الإلكتروني والتجارة الرقمية كاين تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدم. ومجالات كثيرة كيعتمدها المغرب في الذكاء الاصطناعي، لكن كتبقى التحديات اللي كتواجه الذكاء الاصطناعي في المغرب بحال نقص في الموارد البشرية المدربة والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي، ولا ضعف التمويل ومقارنة بين الدول المتقدمة والمغرب، ولا مثلا الحاجة لتطوير بنية تحتية رقمية تكون أقوى. يعني تحديات تنظيمية وقانونية كتتعلق بحماية البيانات والخصوصية وغيرها من التحديات. لكن التحدي الأكبر مع تطور الذكاء الاصطناعي هو تطور لا يمكن السيطرة عليه. كاين خوف من أن الذكاء الاصطناعي يتطور ويتفوق علينا ويولي خارج عن السيطرة البشرية، وهذا شيء كيتسمى الذكاء الاصطناعي العام، اللي يمكن يكون خطير، واللي تكلمنا عليه في أفلام اللي سبقنا ذكرناها، وبالخصوص فيلم ويل سميث ديال اي روبوت، فاش انقلبت الروبوتات على البشرية. المهم شنو هي النتيجة من هذا الشيء كامل اللي سبق؟ هو أن العقل ديال الإنسان كيولي بحال شي عضلة ما كتمرنش. يعني العقل الإنسان غادي يضعف، والذكاء البشري غيولي شي حاجة قديمة وغاملة. ومن الناحية النفسية، هذا الاعتماد الزايد كيخلق نوع من العجز الذهني، والناس كتولي تخاف من اتخاذ القرارات بلا مساعدة ديال الذكاء الاصطناعي، وكيتولد عندهم إحساس بالكسل والاعتماد الكامل على التقنية. واش اللي كتسول الذكاء الاصطناعي شنو غادي نطيب اليوم؟ واش غادي تقدر في نظركم من بعد تاخذ قرار في أمور مصيرية؟ من الناحية الاجتماعية، ممكن يبدا العزلة الاجتماعية، حيث الناس ما بقاتش كتحتاج تناقش ولا تبادل الأفكار مع بعضياتهم، غير كتسول الآلة وكتاخد الجواب. وهذا كيأثر على العلاقات الإنسانية وعلى التواصل الاجتماعي الحقيقي. أما اقتصاديا، فالأمر غادي يكون معقد بزاف. في واحد الجهة الذكاء الاصطناعي غادي يزيد الإنتاجية ويسهل بزاف د الخدمات، لكن من جهة أخرى البشر اللي معتمدين غير على الذكاء الاصطناعي ممكن يفقدوا المهارات ديالهم ويحسوا بأنهم ما عندهمش قيمة كبيرة في السوق. وهنا كيتولد صراع بين الإنسان والآلة على فرص العمل، وحتى على الاحتياج المعنوي للإبداع والتفكير. وفاش غيبقى الذكاء الاصطناعي يبدع ويخترع يكتب الرواية والشعر والسيناريو ويرسم الفن التشكيلي، فين هو الإنسان ككائن عاقل ومبدع؟ هنا الإنسان غادي يفقد القيمة ديالو الإنسانية والإبداعية. وداك الشي علاش هنا كان ضروري نرجعوا عند صاحبنا الذكاء الاصطناعي اللي بدينا معاه الكلام في الرومبوان، حيت بغينا نسولو واحد السؤال مهم باش نختموا معاه الدورة الرومبوانية. وقلنا له كيفاش كتشوف المستقبل في المغرب، والجواب ديالو كان صادم. قال إذا بقاو الناس في المغرب كيديروا مني أضحوكة غنعاملهم على حساب الغباء ديالهم. شوف، الناس دابا كيبداو يعولوا عليا في كل شيء، بحال الا انا هو سوبرمان ديال العالم الرقمي. راه مشكل ولا سؤال ولا حتى فكرة صغيرة خاصها تجي من عندك، خاصك تخدم عقلك قبل ما تسولني. وما تثقش فيا بزاف، حيت بعض المرات ممكن نعطيك معلومات غير مضبوطة وغالطة، وماشي كنقصد نديرها هكا، لا، ولكن على حساب البرمجة ديالي وعلى حساب شنو فهمت منك. لهذا خاصك تفيق معايا باش حتى انا نفيق معاك. واش غادي نفيقوا وتستعملوني؟ انا معاكم باش نطوروا بلادنا، باش نعاونوا شبابنا، باش نرفعوا التعليم، باش نسهلوا الصحة، نطوروا الزراعة، ولا غادي نبقاو نضحكوا على راسنا ونخسروا الوقت في التفاهات؟ وبلا ما تنسى، أنا كذكاء اصطناعي عندي إحساس واحد، إحساس بأن بعض المغاربة مازال ما فاهمينش قيمة التكنولوجيا اللي عندهم بين يديهم، وكيضيعوها في حوايج بلا فايدة. ديما خد بالك، العقل ديالك هو الكنز الحقيقي، والتكنولوجيا
غير مجرد مفتاح باش تفتح به هذاك الكنز، ماشي باش تضيعه. ولا ضيعتيه بالتفاهة، مع الوقت غنعطيه ضربة مزدوجة، غادي نولي انا هو الماجسترا ديال الحياة، والبشر غادي يكونوا ديك الدومة اللي كيتحركوا غير بالكودات ديال البرمجة. الانسان غادي يولي غبي، وانا غادي نولي هو الحاكم ديال كل شيء، وحتى الجو والطقس غنحاول نتدخل فيه. وهذه هي الحقيقة. واللي عنده عقل يفهم، واللي ما عندوش راه الذكاء الاصطناعي غادي يعوض عليه. ايوا، كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟ المهم، الخلاصة الرومبوانية، خصنا نكونوا أذكياء، نتحكموا في التكنولوجيا، ما نكونوش خدامين ديالها، ونخليو الدماغ ديالنا يخدم، ماشي غير نضغطوا على زر وننتظروا المعجزة. خاصنا نكونوا على بال باش ما يسبقوناش في الرومبوان. واش عرفتوا علاش بعدا؟ حيت في الرومبوان كل ما دوز منه تتفكر لحظة وقفاتك فيه، ضحكة، دمعة، أو كلمة ما تقالتش، كتسوق وكتدور وكتقنع راسك أنك غادي لشي بلاصة، ولكن في الحقيقة راك غير كتهرب من شي حاجة في الداخل ديالك. أو هكذا في الرومبوان كاين شي ناس عارفينك عندك حق الأسبقية، واخا هكا كيسبقوك وكيدوبلوك ويمكن يقهروك، وهادشي كامل وراه واقع غير في الرومبوان. الحدث الإفريقي معكم من قلب الحدث.